شلونكم شخباركم شباب بنات؟ طبعا الكل يعرف مباراة الشرطة العراقي ضد النصر السعودي راح تبدي يوم الاثنين اللي هو غدا. أكثرية الناس تريد تشجع رونالدو، والبعض يشجعون ميمي الشرطة العراقي، والبعض يشجعون النصر، هو نفسه رونالدو بالنصر. فشنو أنا هسه أريد هالشي، انتو ليش تشجعون ضد ابن بلدكم؟ شجعوا ميمي، ليش تشجعون رونالدو؟ اللاعب شلون يصير عنده حافز؟ انت من اكو يوتيوبر مبتدئ اهله مساندينه، ويعني دعاء الاهل، هو يصلي ويقول يا ربي نجحني، انا استمر، وايد منك تنجحني، وايد منك تنطيني قوة. اكو متابعين راح يجون يكتبون تعليقات حلوة، وهو راح يصير عنده حافز، وراح يصير عنده محتوى أحلى، وراح يصعد بالمستقبل، راح يصير يوتيوبر كبير. فهو نفس اللاعب شنو إذا خلصت المباراة فوزون مثلا الشرطة العراقي، راح يجي الصحفي يقول انتو شنو سبب فوزكم؟ يقول له والله الله سبحانه وتعالى اعطانا قوة، واشكر اللاعبين واهلنا كانوا مساندين ودعاء الاهل. شنو واجوا جماهير يشجعونا بالملعب، فراح يصير عندنا حافز، راح يصير عندنا حماس، قوة من التدريبات. يعني هذول الجماهير اللي يجون يشجعونا راح يصير عندنا حماس أقوى وأقوى. أنا ليش أروح أشجع رونالدو؟ خو بشجع لاعبين الشرطة، يعني من راح نشجع رونالدو غير هو ابن بلدنا ميمي، يعني هم غير الشرطة هاي بلدنا، لاعبين الشرطة غير لاعبيننا. ليش تروح تشجع ضد ابن بلدك؟ يعني على كل حال اللي يريد يشجع النصر خليه يشجع، واللي يريد يشجع الشرطة أهلا بيه، كلكم أهلا بيكم. بس نصيحة روحوا شجعوا ابن بلدكم، مو أروح أشجع ضد ابن بلدي. بعد كيفكم، أنا هاي رسالة وجهتها، واللي يريد ياخذها خليه ياخذها، واللي ما يريد بعد لا يريد، كيفكم. مع السلامة.